ايه ده يا ابو الصحاب؟ هو وليد الفراج بيقول ايه؟ تعال نسمع كده بيقول ايه وبعدين هنرجع نرد عليه رد ناري. اسمع كده. سعودي عمره ما شاء الله تبارك الله عمره ما سمع هارد لك قدام الاهلي المصري. حتى بعض الاحبه من جمهور نادي الاهلي المصري ولهم تقديرهم ومحبتنا لهم، كل ما تكلموا يقول لك احنا فزنا على الهلال. ايوه مالي شغل فيك، انت لعبنا. يعني نتكلم اليوم عن الاتحاد مسوي بصمه وين ما تشوف الاتحاد. في اغنيه عن جمهور الاتحاد تقول ايش تقول يا عبد الله؟ يقول لك يجيب له ربشه. ايش؟ بعرفها. يقول لك الاتي لا لعب. شكرا الاستاذ عماد خبير مدرجات. طيب الاتي لا لعب جاب الخصم ربشه. بعض جمهور الاتحاد يقول يا اخي لا تسخنهم علينا اذا ما قدرت تفوز على الاهلي المصري. يعني مع احترامنا وتقديرنا ما في شك ان الانديه السعوديه هي العنوان الرئيسي لكره القدم العربيه الحين ولا نقاش. بيجي واحد يقول لي التاريخ والجغرافيا والهندسه والجبر والرياضيات هذه موجوده. لا يعني ما حد معترض على التاريخ. نحن لسنا الان في متحف كره القدم العربيه، نتكلم على واقع كره القدم العربيه. اذا الانديه السعوديه في كل المحافل القاريه والدوليه ما قدرت تكون جرافه، ما في اي حد شيل. عشان ليش الدعم هذا والانفاق هذا والصرف هذا والشغل اللي قاعد يصير في كرة القدم السعودية؟ ان شاء الله نتمنى يوم الجمعة نشوف مباراة حلوة. اوكي، هو واحدة من ثنتين، يعني ببارك لعبد الله فلاتة وحامد البلوي، اوكي، ولا انا صراحة انا ترى يعني مالي ابيع، يعني ممكن اقلب مع الاهلي المصري ويصير انا وسمير نطقطق على حامد وعلى عبد الله فلاتة. ابو الصحاب انا عايزك وكل اللي بطلبه منك في الفيديو ده انك تعمل لايك وتشار الفيديو لكل الناس عشان خاطر النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ياخدوا الفيديو ده ويحطوه قدامهم كده ويعرفوا اللي فيه اعلامي تبع نادي الاتحاد السعودي او تبع الاتحاد السعودي بيقول ان احنا بيجيلنا رعشه. خد بالك من الحته دي، بيجيلنا رعشه. لازم تركز في الحته. هو ما غلطش وهو ما قالش حاجه، بس لما يقول للنادي الاهلي ان هو بيجي له رعشه من مين؟ من الاتحاد السعودي. هتقول لي يا عم اسلام ده الاتحاد السعودي في بنزيما وفي كانتي وفي رومارينيو وفي فابينيو وفي لعيبه كتير جايه. يعني بصوا يا جماعه، الفلوس عمرها ما بتعمل أندية وعمرها ما بتعمل كيان وعمرها ما تقدر تشتري لعيبة تشتغل وتلعب بروح التيشيرت، لأن الراجل ده جاي عامل زي الموظف. الفلوس والراجل ده جاي هنا خلاص. يعني ايه لعيب 30-40 سنة، لعيب 30-35 عايز يقضي وياخد فلوس ويتكل على الله. لعيب بيخاف على نفسه، ما بيلعبش بروح التيشيرت زينا زي النادي الاهلي. ولو ما تعرفش التاريخ انا مش هكلمك عن التاريخ، مش هقول لك النادي الاهلي، مش هقول لك الاتحاد السعودي. هتقول لي يا عم اسلام ما احنا كسبنا الهلال، ملناش دعوه بالهلال، ملناش دعوه باي حاجه سبقت. انا بقول لك ساعه لما النادي الاهلي بيحضر وجماهير النادي الاهلي بتحضر اعرف ان كل حاجه هتتغير، اعرف ان في حاجات جديده هتكون موجوده. والرساله دي والكلام ده احنا كلنا ثقه في لاعيبه النادي الاهلي، كلنا ثقه في اداره النادي الاهلي، كلنا ثقه في الجهاز الفني للنادي الاهلي. عندنا ثقه ونرجع الثقه في اي بص. انسى اللي فات، انسى النتائج السلبيه اللي حصلت الفتره اللي فاتت. احنا في الماتش اللي جاي، الماتش ده بمثابه انك ترفع الكرة المصرية لفوق او تنزلها لتحت. انا بكلمك حرفيا. ولازم تفهم الناس دي ان الفلوس عمرها ما بتعمل كيان وان عمرها ما بتعمل نادي. ان الفلوس ما بتعملش نادي، النادي هو اللي يعمل اللعيبة ما تعملش نادي. زي ما بنقول اكتر من مرة، اللعيبة ما بتعملش نادي. زي ما انتوا فاكرين ان انتوا هتجيبوا بنزيما يعمل لكم الاتحاد السعودي، فابينيو يعمل لكم الاتحاد السعودي. انتوا كده ما بتتكلموش كاتحاد سعودي، انتوا بتتكلموا على تاريخ لعيبة او على كيان لعيبة. احنا هنا بنتكلم على روح التيشيرت الاحمر، الفانلة الحمراء، النادي الاهلي. لايك يا ابو الصحاب للفيديو، شاروا في كل مكان وخليك مهتم عشان اللي جاي اهم. حبايب قلبي.